الكلمة للأستاذة أو الدكتورة نبيلة منيب التي تؤطر هذا الندوة. شكرا لكم ولكنا في التنسيقيه ديال المنظمات المغربيين ديال التعليم الاولي على حضوركم اولا وعلى تنظيمكم لهذه الندوه الصحفيه التي نستضيفها في الحزب الاشتراكي الموحد انسجاما مع خطنا. يعني حنايا المؤتمر الاخير ديالنا الشعار ديالو من اجل يعني الشعب والوطن والديمقراطيه، والمؤتمر اللي كان قبل منه دعم النضالات الشعبيه. فين ما كانت النضالات الشعبيه عندها شرعيه ومشروعيه الا وكتلقانا موجودين، لان هذا من مسؤوليتنا ومن واجبنا اننا نكونوا الى جانب، وهذا الشيء ما فيه لا ركوب لا سياسه لا والو. انا كبرلمانيه عن الحزب الاشتراكي الموحد مسؤوله انه كل القضايا اللي كتطرح في المجتمع نستمع لها ونستمع لحامليها ونوصلها بالطريقه اللي غادي نقدر نوصلها لها باش نكون صوتكم في جهه منكم، ولكم كامل الصلاحيه والحريه في التواصل مع من تريدون ومع من تحبون. انا بالنسبه لنا كحزب اشتراكي موحد نحن نؤمن ايمانا راسخا بان النهوض بالمدرسه العموميه لكل اسلاكها، وضعنا واحد الوثيقه يمكن نسلموها لكم تانسوا بها. يعني نحن نطالب باصلاح شامل وشمولي للتعليم. يعني كنقولوا التعليم خصو يصلح من الاولي حتى الجامعه حتى البحث العلمي. الا بغينا بلادنا غدا يمكن لها تحقق التنميه، لان لا تنميه بدون تنميه الانسان كما تعلم. اذا كنحيي اليوم الحضور مكثف ديال الصحفيين والمنابر الصحفيه المتميزه اللي جات، لانه ما كيمشيوش لاي حاجه ما كيحضروش لاي حاجه، ولكن وعيا منهم خصوصا امام الحراك الدائر اليوم، الحراك التعليمي اللي كاين في الصحه، كيبان لهم حتى هما كيبان لهم بانه كيف يمكن اقصاء يعني الاساتذه والاستاذات ديال التعليم الاولي من هذه المعركه اللي كاينه ومن هذا النقاش الدائر حول النظام الاساسي وحول ضروره النهوض بالمنظومه التربويه في بلادنا. فانا التنسيقيه اتصلت بيا مشكورين، وانا تنشكرهم على الشجاعه ديالهم وعلى الاقدام ديالهم وعلى الدفاع ديالهم على الفئه ديالهم وعلى الوعي ديالهم بانه بالفعل كيف انا قلتها الوزير انه نجاح التعليم يبدا بالانطلاقه، يعني بالتعليم الاولي. هذه اساسيه خصوصا اليوم كيف ذكر الاخ منصف من زادورايات بالوزارة انه بالفعل هذه وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه اذا خصها تهتم بالتعليم الاولي. حنا اليوم كنشوفوا مع الاسف هناك تهميش، وهما فاهمين بانه التعليم الاولي اساسي باش يمكن لنا ننجحوا المدرسه العموميه المغربيه، ولكن اذا ما عطاوش اهميه خصنا نطرحوا اكثر من سؤال ونزيدوا نقويو النضالات ديالنا باش نشوفوا كيفاش غادي يمكن لنا اننا نهضوا بالتعليم. حنا ملي كنقولوا في الحزب تعليم يعني اصلاح شامل من الاولي حتى البحث العلمي وشمولي، يعني البلاد كلها خصها تصلح، لانه ما بغيتي دير مدرسه ديمقراطيه فيها تكافؤ الفرص وكتعامل مع الاطفال على قدم المساواه سواء في الجبال او الباديه او المدينه، وكتعطي الجوده، المدرسه التي تحرر، المدرسه التي تلقن يعني الكفايات والمهارات والعلوم وكذلك الحس النقدي والثقافه العامه، وكتعطي الامكانيات النجاح. هذه المدرسه هذه هي اللي حنا كندافعوا عليها، وما يمكنلهاش توجد في مجتمع اللي هو ما فيهش ديمقراطيه وما فيهش الحقوق وما فيهش دوله الحق والقانون. اذا النضال من اجل مدرسه عموميه جيده هو كيمشي بالموازاه مع النضال من اجل دوله ديمقراطيه، دوله الحق والقانون، دوله ديال المساواه ودوله ديال العداله الاجتماعيه والمناطقيه والجهويه. هادشي راه مفروغ منه، حتى واحد ما غيمكن له يفصل الفئه ديالو يقول لك انا عطيوني هنايا، لا هادشي راه كله. ولهذا انا كنحييكم، استمعت لبعض النقاط ديال الملف المطلبي اللي تقدم بها الاستاذ وكملوها الاستاذات. اولا المطلب الاساسي هو انه هذا التعليم الاولي تعطاه اهميه كبيره، وانه يتم ادماج الاستاذات والاساتذه في اطار الوظيفه العموميه باش يكون عندهم الحقوق ديالهم والامكانيه ديال الترقي مع السلم المتدرج، وتكون عندهم الامكانيه ديال التقاعد والامكانيه ديال الاستفاده من التكوين المستمر. هادشي كله علاش المطلوب جا ديال
انه الادماج في اطار الوظيفه العموميه، واعتبار التعليم الاولي هو المنطلق للتعليم المنظومه. هذا هو المنطلق، هذا اساسي. ثم الشعار ديالكم لا للوساطه، انتم كتعرفوا بانه كلمه الوساطه يمكن لها تستعمل في يعني في جهات مختلفه بمعاني مختلفه. انتم كطالبوا بلا لوساطه الجمعيات. الجمعيات كتبيع وتشري في الكونفيتور ما يمكنلاش تكلف بالتعليم الاولي. جمعيات اللي هي ما عرفتش كدير ما يمكنش. اذا هذا يعني بحال استهانه بهذا الدور الاساسي ديال التعليم الاولي. ولهذا من حقكم انكم تطالبوا باش تكونوا ملحقين بالوظيفه العموميه وماشي مرتبطين بجمعيات هي اللي كتكون وسيط. وانتم كتعرفوا وخبرتوني بان هذه الوساطه فيها فساد وفيها بزاف ديال الامور. ثم انه هذه الوساطه اللي ما كتخلصكمش في شهر 9 باش كل عام بحال انتم جداد ما عندكمش يعني اقدميه، ما عندكمش تراكم. هذا ماشي معقول، هذا سرقه ديال الجهد ديال العمل. ثم تعرفوا بان العمل هو الذي يحرر. ما يمكنليش انا خدمت سنه 10 سنين حسبوها ليا وبدا غادي تحسب ليا في التقاعد ديالي. اما كل شهر 9 ما تخلصونيش وتقول لي لا بغيتي تدخل معنا بغات تبدا معنا من الصفر، هذا راه جريمه. هذا يمكن لي نقول بانه جريمه. غادي نشوفوا القانون وغادي سيثبت ما نقول. ولهذا ما يمكنش هذه الوساطه. انا معكم في هذا الشيء هذا. ثم الاجور التي يتقاضاها الاساتذه والاستاذات هي اجور هزيله جدا، اجور هزيله جدا ما يمكنش القبول بها. ومن حقكن ومن حقكم المطالبه باش الاجر ديالكم يكون حتى هو متوازي مع الاجور ديال الاساتذه ديال الابتدائي، وتكون عندكم الامكانيه ديال الترقيه، والاجر كيتطور مع السنين ومع التجربه ومع تراكم الخبره اللي كتراكموها. كذلك الشغل في المناطق النائيه خصو يكون تعويض على المناطق النائيه، لانه ماشي سهل واحد ماشي يتنقل، ماشي بحال في المدينه يخرج من هنا ويدخل هنا. المناطق التعويض على المناطق النائيه حتى هو خصو يكون عندكم. ثم المهام، راه ما يمكن ليناش 10 الصنايع والرزق ضايع، راه ما يمكنش. الاستاذه والاستاذ ديال التعليم الاولي راه عندهم واحد المهام اللي هي محدده خصها تكون قانونا اللي خصهم يقوموا بها. هما راهم متطوعين وكيحبوا هذا الشعب، ولاد هذا الشعب وبنات هذا الشعب وغادي يخدموا، ولكن لا يجب ان نرهقهم بمهام ثانويه، لان من بعد المردوديه ديالهم غادي تراجع. ولهذا تحديد المهام انا معكم. كذلك التسميه، انه مربي مزيان تكون استاذ بما انكم كتدرسوا داخل المدارس الابتدائيه. هذا من حقكم باش تكونوا سميتكم استاذ واستاذه، وعلما بان سميه الاستاذ والاستاذه راه مرتبط بالوظيفه العموميه مرتبطه. حنا راه هذا النضال ديالكم من اجل حقوقكم المشروعه، راه النضال اللي هو مشروع وراه كيدخل في اطار من حيث تدرون او لا تدرون مناهضه واحد التوجه عالمي الذي يريد ضرب المدرسه العموميه وتسليع التعليم واعتباره سلعه كباقي السلع. حنا كنقولوا كدول ناميه خصنا كلنا نكونوا مجندين باش ندافعوا على المدرسه العموميه، لانها هي المدخل الاساس من اجل تنميه الانسان اللي بغينا نبدا ننتج لنا التنميه باش نحققوا العداله الاجتماعيه والعداله المجاليه والمناطقيه، واننا نعيشوا ونخرجوا المناطق ديالنا اللي هي مهمه باش نخرجوها من التمييز ونبنيو واحد البلاد اللي هي ديمقراطيه وفيها الحقوق وفيها التوزيع العادل للثروه. واكبر واثمن الثروه هي العلم. بغينا يوصل للجميع، وباش يوصل للجميع راه البدايه هي تكريم الاستاذه والاستاذ، تكريمهم، الحفاظ على الحقوق ديالهم كامله، ماشي غير الاجر ولكن ايضا الوظيفه. ما نطولش عليكم اكثر من هذا. انا كنحييكم تحيه عاليه واشد على ايديكم، وكيف وعدتكم انا مستعده انني نوجه الرسائل للجهات المعنيه من وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ورئيس الحكومه وغيرهم من الجهات. وكذلك مستعدين كيف اليوم نظمنا هذه الندوه الصحفيه من اجل تنوير الراي العام واطلاعه على المشاكل التي تعانون منها، باش هما ينخرطوا معكم الاسر والعائلات يكونوا هما حاسين بكم. هذه مساله اولى. مساله ثانيه، يمكن لكم ايضا تبقوا مستمرين في التسجيل، يعني البودكاست واخا ديال 5 دقائق في السوق. حنا المطلبي ديالنا ها هو 1 2 3 4 5 ديال
كنطالبوا من المسؤولين يتحملوا معنا مسؤوليتهم، لان النهوض بالتعليم الاولي هو اساس النهوض بالمنظومه التربويه. ولا عندكم شي افكار اخرى حنا مستعدين نمشيو معكم، مستعدين نتعاملوا معكم ونمشيو معكم. نقطة لأن الواحد مسؤول لأن المرضيات غير أدوات. هادشي داخل في اطار التسريع ديال المدرسه. راكم شفتوا الاساتذه الذين في التعليم والتعاقد، حنا محتاجين 100,000 استاذ واستاذه في جميع الاسباب، وهاد الناس كيدخلوا الاساتذه في واحد الدوامه ديال الهشاشه، انهم مرتبطين بالاكاديميه، الترقيه ديالهم بين مزدوجتين، التقاعد ديالهم ما كاينش، ما عارفينش كيفاش، وانهم كيعتبروهم ضمن المعدات التي تقتنيها الاكاديميه. ولهذا اليوم تنحيو التنسيقيات الموحده اللي كتدخل واحد النظام كبير، واللي بغات انها تخرج اساتذه واستاذات وتنتمنى انها تدمجكم انتم معها وتدمجوا وسط منهم باش يمكن لكم تدافعوا على هذا الاصلاح الشامل والشمولي ديال المنظومه التربويه من التعليم الاولي الى الجامعه والبحث العلمي، باش يمكن لنا نكونوا حنا هما ذاك يعني الفاعلين في النهوض بالمدرسه العموميه. وهذا الشيء غادي يكتبوا لكم التاريخ، لان هذا الشيء ما كتدافعوش على راسكم كافراد او كفئه، ولكن راه كتدافعوا على المدرسه العموميه الجيده بالاجوال المقبله. بالطبع استاذتي الكريمه.